أنا كل هَمّي هي يا ماما، دي حتى خسِّت خالص. يوه! ما تنشف كده يا آدم، هي كانت أول واحدة تحمل والّا إيه؟ لازم تجمد كده يا واد، وتخلّيها كمان تقوم وتشوف اللي وراها، أُمّال هتعمل إيه لمّا تولد؟ أمّا دلع بنات بصحيح. ده الحوار اللي دار بيني وبين أمي، وأنا باحكي لها قد إيه مراتي تعبانة وصعبانة عليّا أوي، وهي بقى من وجهة نظرها يعني على حد تعبيرها، شايفاني راجل طري كده وقلبي خفيف، ويا ريت جات على كده وبس، لأ، ده لسه للحكاية بقية. وعشان نبدأ نحكيها بدعوكم الأول تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قنواتنا حكاوي الدنيا وحكاوي الدنيا 2 وقضايا حكاوي الدنيا، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا دايما كل جديد من فيديوهاتنا. ده لو انت معانا على اليوتيوب، ولو كنت معانا على الفيسبوك لايك وشير لو حبيتوا الفيديو، وبينا نبدأ حكايتنا. أنا آدم، عندي 30 سنة، باشتغل IT في شركة كبيرة والحمد لله، مرتبها كويس جدًا، وعندي شقتي والدنيا كلها تمام، ناقصني بس ربنا يكرمني ببنت الحلال. وأنا بصراحة معجب جدًا ببنت جارتنا في نفس الشارع اللي إحنا ساكنين فيه على طول، مؤدبة ومحترمة. وفي يوم كنت قاعد مع أمي وده اللي حصل ما بيننا: ماما، أنا إن شاء الله نويت أكمل نُص ديني. هي ألف بركة يا حبيبي، ألف مليون مبروك، ده أنا يا واد ريقي نشف معاك، وأجيب لك عرايس أشكال وألوان، وأظبط لك في المقابلات يمين وشمال، وأنت ولا أنت هنا. مين بقى سعادة الحظ دي يا سي آدم؟ أنا عمري ما كنت هاتجوز بالطريقة دي يا ماما، لازم أكون مرتاح ومقتنع، وحاجة تشدني كده في البنت اللي هاتجوزها. هو مين بقى اللي شددك يا قلب أمك؟ احكيلي. ملك، ملك بنت عم محمود جارنا اللي في آخر الشارع. هي بصراحة بنت مؤدبة ومحترمة، وأهلها كمان ناس طيبين وفي حالهم. إزاي فاتت عليا دي؟ الحمد لله إنها فاتت عليكي علشان تلفت نظري أنا. هو فعلا اللي شدني ليها إنها خجولة ومحترمة. يلا بقى شوفي لو تكلمي مامتها، ولو في قبول نروح ونشوف طلباتهم إيه. وكلمتهم ماما فعلا، ورُحنا واتقدّمنا واتفقنا على كل حاجة والحمد لله اتخطبنا. وملك بتشتغل call center، وفي أول مرّة أقعد معاها بعد الخطوبة ده اللي حصل ما بيننا. وأنتِ يا ملك بقى عاوزة تكمّلي الشغل بعد الجواز، والّا شايفة إنِّك مش هتقدري يعني تصُدّي على البيت والشغل مع بعض؟ أنا مش عارفة يا آدم، أنا الحمد لله وصلت في شغلي لمكانة كويسة جدًا. وحتى لمّا عرفوا إنّي اتخطبت، عرضوا عليّا يكون في مرونة شوية في المواعيد بعد الجواز، وقالوا لي إنّي ممكن كمان أشتغل من البيت. طيب، ده هايل جدًا. طب شوفي يا مَلَك، لمّا نتجوّز إن شاء الله هتقدري والّا هيكون صعب عليكِ؟ وسواء أنتِ كمّلتِ في الشغل أو لأ، أنا إن شاء الله هتبقى إيديّا بإيديكِ في كل حاجة أقدر أساعدِك بيها. بجد يا آدم؟ أصل اللي أعرفه يعني إن الاتفاق إن أنا أصُد على كل حاجة برّه وجوّه، ويا إما قدّها يا إما لأ. ليه يعني؟ ده مين اللي قال كده؟ الحياة مشاركة، وأنا بطبعي لو أقدر أساعد أو أريّح اللي قدّامي هاعمل كده على طول من غير ما أفكّر، ما بالِك بقى أهل بيتي. أنتِ لسه بس ما تعرفينيش كويس. بس أنا متفائلة بيك خير أوي يا آدم، وإن شاء الله ربنا يقدّرني وأعرف أساعدك، وأكون ليك الزوجة اللي أنت تتمناها. وعدِّت أيام الخطوبة على خير، والحمد لله اتجوّزنا. وبصراحة ملك بنت نضيفة ومرتبة جدًا، وبتبذل مجهود كبير أوي علشان توفّق ما بين البيت والشغل، ومن غير ما تشتكي حتى. بس أنا برضه شايف تعبها ده ومقدّره دايمًا. وفي يوم رجعت من الشغل بدري قبلها، وده اللي حصل لمّا وصلت. إيه ده؟ هو أنت هنا من بدري يا آدم؟ طب ما كلمتنيش ليه؟ وإيه المشكلة يعني يا حبيبتي؟
حمد لله على السلامة. أنا طالب أكل من برّه، على بال ما تغيّري هدومِك يكون وصل إن شاء الله. أنا جِبت معايا بانيه وكنت هاعمله على بال ما أنت تيجي، ما كنتش أعرف إنك هترجع بدري أوي كده. وإيه ده كمان، هو أنت روّقت البيت ونشّرت الغسيل؟ آه، ما أنا باقول لِك أنا جيت بدري النهارده، قُلت أسلّي نفسي بقى على بال ما توصلي. يالّا حُطّي البانيه دوّة في الفريزر لتاني يوم، الأكل خلاص على وصول. آدم، ربنا يخلّيك ليّا يا رب، وما يحرمنيش منّك أبدًا، دايمًا حاسس بيّا ومقدّر اللي أنا فيه. أنا عارف يا مَلَك إنِّك بقى لِك كام يوم تعبانة، وده باين عليكِ أوي. شوفي حتى لو ينفع إنِّك تشتغلي من البيت باقي الأسبوع ده، لحد حتى ما تبقي كويسة. ما أنا قُلت لهم كده فعلًا النهارده، أنا مدروخة أوي، وما عنديش أي طاقة فعلًا. واللي ما كناش نعرفه أنا وهي، إن الأعراض دي كلّها كانت أعراض الحمل، وعملنا التحليل واتأكدنا إن مَلَك حامل والحمد لله، وكنت طاير من الفرحة أنا وهي. وفي يوم كنت عند أمي، وده اللي حصل ما بيننا. هاعمل إيه يا آدم يا حبيبي، هو مَلَك أخبارها إيه في الحمل؟ الحمد لله يا ماما، بس عارفة صعبانة عليّا أوي، تعبانة ومهدودة وما بتاكلش كويس خالص. معلش، هي شهور الوحم بتبقى كده دايمًا، بس تغصب على نفسها، بلاش دلع، علشان اللي في بطنها يتغذى كويس. أنا هَمّي هي يا ماما، دي حتى خسِّت خالص. يوه! ما تنشف كده يا آدم، هي كانت أول واحدة تحمل والّا إيه؟ لازم تجمد كده، وتخلّيها تقوم وتشوف اللي وراها، أُمّال هتعمل إيه لمّا تولد؟ أمّا دلع بنات بصحيح. تشوف اللي وراها إيه بس يا ماما، أنا مش عاوز منها أي حاجة، كفاية تعبها فعلًا يا ماما، زي ما ربنا قال، وهْنًا على وهْن، الله يكون في عونها. يا حنيّن، آه، وأنا أقول برضه مالك خاسس كده ليه وهفتان؟ قوم اتغدى معايا بقى، أكل أمك هو اللي هيغذّيك، وابقى تعالَ واتغدى معانا، طالما هي مش قادرة تعمل أكل، هو أنت مش عاوز تتعبها؟ لا يا ماما، شكرًا، ألف هنا، أنا هاروّح عشان آكل معاها، لإنها أصلًا مش بتبقى عاوزة تاكل ولا ليها أي نِفْس وأنا اللي باغصب عليها. هنقول إيه؟ طيب يا أبو قلب رهيف، مع السلامة، وابقى سلِّم على السنيورة بتاعتك. هي ماما يعني مش حَمَى بالمعنى المتعارف عليه، وبتحب مَلَك جدًا على فكرة وبتعاملها كويس، بس أنا ابنها الوحيد على بنتين، وكنت دايمًا أشوفها بتخلّي إخواتي البنات يعملوا لي كل حاجة، ودايمًا تقول هو الراجل. بس أنا كنت كتير مش بارضى بطريقتها دي، ولا بارضى أتعب إخواتي البنات، وكنت باعتمد على نفسي دايمًا. وعدِّت الأيام، وولدت مَلَك، وجابت لنا علي. وفي يوم رجعت من الشغل، وده اللي حصل ما بيننا. إيه يا ملوكة، مالِك، شكلِك تعبان أوي كده ليه؟ ما نمتش يا آدم كويس، علي مش منيّمني طول الليل، وحتى بالنهار ينام نُص ساعة ويصحى على طول، مش باكون حتى لحقت أغفّل عينيّا. معلش يا حبيبتي، بيتدلّع علينا، هنعمل إيه بس؟ سيبيه لي أنتِ ويالّا قومي ريّحي. اتغديتِ بس الأول؟ لا يا آدم أنا مش عاوزة، أنا النوم عندي دلوقتي أهم من الأكل. طيب روحي يا حبيبتي ريّحي، وأنا هاكل أي ساندوتش كده لحد ما تصحي، هاطلب أكل من برّه وناكل سوا. ربنا يخلّيك ليّا يا آدم، وما يحرمنيش منّك أبدًا. وفعلًا علي نومه وِحِش أوي، يا دوبك يغفّل كده وقت صغير جدًا. وطبعًا يعني كل الأطفال في السن ده زَن وعياط بسبب ومن غير سبب، إحنا مرتّبينها مع بعض. وفعلًا أنا ولا متضايق ولا متضرر أبدًا، أنا أسهر بيه يوم وهي يوم، وأهي ماشية، وأنا عن نفسي راضي. وفي يوم بعد محايلات كتير من ماما، أخدت ملك وعلي ورُحنا علشان نبات مع ماما، وأنا زي ما قُلت لكم عندي أختين بنات كمان. وعند ميعاد النوم بقى ده اللي حصل.
يلا يا ملك، قومي ريحي انت بقى. النهارده نامي وانا هسهر بعلي. انا اللي نمت امبارح وانت يا حبيبتي ما نمتيش. ايه ده؟ هو انتوا بقيتوا ماشيينها بالدور ولا ايه؟ اه يا بنتي، شكلها كده ورديات. والنهارده النبطشيه بتاعت ادم. ما خلاص يا خفيفه الدم انت وهي، مش ناقصه استظراف يعني. ما تسيب اخواتك يضحكوا يا ادم. ده انت يا ولا اللي كلك خفه والله. ايه ده؟ هو انتوا بتناموا بالدور ولا ايه؟ وبعد ما خلصت حفله التريقه بتاعتهم عليا وملك دخلت تنام، جت خالتي عشان تقعد معانا شويه. هي ساكنه في الشقه اللي قصاد ماما، وده اللي حصل ما بينا. كويس انك جيتي يا اختي. اصل النهارده الدور على ادم يسهر بعلي، اهو تساعديه ويقعد معاكي شويه. اضحكي يا اختي، اضحكي على خلفة اختك. ما انا مش عارفه اضحك على ايه. هو ايه اللي بيضحك؟ انا مش فاهمه. ده الهم اللي يضحك يا اختي. انا اللي بقول ابني راجل، اتاريه غير كده خالص. وهو منيم البرنسيسه بتاعته وسهران هو بالواد. الفتحه على الرجاله صحيح. يا ماما لو سمحتي، من فضلك، كفايه قوي كده. لا استنى انت يا ادم، سيب لي انا بقى الطلعه دي. ابنك يا اختي راجل فعلا وسيد الرجاله، وبيعمل بوصيه رسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما قال رفقا بالقوارير، وخيركم خيركم لاهله. وهو ده اصل الرجوله يا حبيبي، انك تكون رحيم بمراتك وحاسس بيها وبتساعدها. دي الرجوله بعينها. هو انت يا اختي ادعي ربنا يكرم بناتك باللي زي ادم، لانك ساعتها هتدعي له وهتبقي مبسوطه قوي انه بيريح بناتك. هو هيكون حلال لبناتنا وحرام على بنات الناس. هو في ايه؟ مالك دخلتي فيا زي القطر كده ليه؟ دول كانوا كلمتين هزار. لا، في مليون طريقه للهزار غير ان احنا نقوم الدنيا على بعضها بالشكل ده ونلعب في النفوس وفي استقرار البيوت. افرضي ابنك كان سمعلك وتأثر بيكي وبكلامك، ليه تخليه يتغير على مراته بسبب كلمتين سمعهم منك انت واخواته؟ ادعيله، ادعيله ربنا يهدي سره ويهديه هو ومراته لبعضهم دايما. وانت يا ادم لو لقيت التريقة دي كل مرة تحت بند كلمة الهزار، يبقى الزم بيتك يا حبيبي، وابقى تعالى لوحدك زيارات خفافي خفافي كده، علشان دي هتكون أول فتحة تمد إيدك وتفتحها لباب المشاكل في بيتك. زي ما اللي قبلنا قالوا يا جماعة، كل دار وليه مدار. وطالما الراجل بيساعد بحب ورضا، حتى لو اللي حواليه شايفينه إنه كده وضع مش طبيعي، يبقى نلزم الصمت، ندعي لهم. البيوت ما بتقومش على الشدة، بتقوم على الرحمة. واللي فاكر غير كده عمره ما عرف معنى الرجولة. ولو وصلتوا لنهاية حلقتنا، بتمنى ما تنسونيش في اللايك